ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا ست نهى. عندي سؤال لحضرتك. يلا. هو جدي يعني انا والدي 5 صبيان. انت ايه؟ عندي ليا والدي ليه 5 صبيان اخوات، هم 5 صبيان يعني. والدك له 5 صبيان؟ يعني 5 صبيان دي يعني هم 5. بابا له 5. ايوه. وانت ما تعرفيهمش؟ لا انا يعني جدي ووالدي صغيرين، كان بيتجوز حضرتك سامعني؟ يعني ال5 دول ولاد بابا يقربوا لك ولا لا يا نهى؟ عمامي حضرتك. عمامك؟ طب ما تقولي عمامي برضه، ما تقولي انا ليا اعمام 5. يعني ولا ما فيش واحد فيهم بيجيب لك بسكوته؟ ما فيش واحد فيهم بيجيب لك نهى ما حدش فيهم بيجيب لك بسكوته في العيد ولا اداك عيديه في يوم من الايام؟ كل حاجه طبعا. هم 4 ووالدي الخامس. طيب هم 4 ووالدي الخامس. حاضر. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك. فجدي وهم صغيرين. ايوه حضرتك. ايوه كان بيتجوز على جدتي كان بيتجوز على جدتي، اتجوز اكتر من واحده يعني. ما علينا، المهم ان هو خلف 4 و5 ولا خلف غير دول؟ ما انا هقول لحضرتك. فهم اخواته وزعوا الارض، الورث بتاعه ما رضوش يدوه لجدي، ووزعوه على اولاده ومراته. مين اللي ما رضوش يدوه؟ اخوات جدي ما رضوش يكتبوه باسمه هو، ويكتبوه باسم ولاده ومراته، ما كتبوش باسمه هو حاجه. تمام. فبعد فتره بقى طويله هو اتجوز وجاب بنت. ايوه تمام كده. فالبنت دي اصغر مننا، احنا احفاده، البنت دي اصغر مننا. ايوه. فالبنت دي دلوقتي بتتجوز، يعني هي مخطوبه وبتتجوز دلوقتي. فمفيش بقى غير والدي وعم ليا تاني هو اللي بيساعدها في الجواز، والتانيين مش راضيين يعني يساعدوها. فاحنا عايزين بقى نعرف دلوقتي، هو جدي مات وهي صغيره عندها سنه. حضرتك سامعني؟ جدا. فهي بقى هم كانوا واخدين 3 فدادين، اتكتب لكل ولد نص فدان ولجدتي نص فدان، وجدي ما خدش حاجه خالص، يعني جدي مات ما سابش حاجه، لان الورث بتاعه اتكتب باسم ولاده الصبيان بس. ايوه. البنت ما كتبلهاش اي حاجه، لان هي ما كانتش اتولدت اياميها، ما كانتش جت اصلا. وعم بقى من عمام بعد كده اشترى الارض منهم. فهل دلوقتي البنت كان المفروض ان هم كانوا يدوها بعد كده من الارض دي، ولا هي بقى عشان هي اتولدت بعد كده يعني بعد ما الارض ما هم اخدوها وكتبوها باسم يعني؟ حاضر. في حاجه تانية يا نهى ولا ابتدي اجاوب؟ في حاجه تانية ولا ابدا اجاوب؟ لا هو كده ان شاء الله. شكرا نهى، مع السلامه. اللي انا سمعته وفهمته ان جد نهى كان راجل بيتجوز كتير. لما ابو جدها مات، ولاده اللي هم اخوات جدها قالوا الواد ده بايظ وهيضيع ميراثه وعنده عيال، فلو مسك الميراث هيروح يتجوز بيه الرقاصه وصبيه الرقاصه بعد الرقاصه بيومين، فاحنا احسن حاجه ندي ميراثه لاولاده. انا هعتبرها ان الراجل ده راوه سفيها وكانوا هم اوصياءه، فاكيد كان بياكل وبيشرب ومبسوط وهم ضمانا للفلوس. المهم يعني انا ماليش دعوه، يمكن درجه السفاهه دي ابو حنيفه بيقول مفيش حد يحجر على حد، لكن انا ماليش دعوه. انا ليا خليني ان هم تصرفوا تصرف وحصل فيه حاجه جديده. ايه هي الحاجه الجديده؟ ان في بنت جات لهذا الرجل الذي لم ياخذ من ميراثه شيئا، اللي هي بقت عروسه دلوقتي ومحتاجه تتجهز، وهي تعتبر عمه نهى اللي كانت بتتصل اخت ابوها، وابوها اكيد مكتوب له راخر زي ما مكتوب له الصبيان، وهي لسه قايله في الاول وفي الاخر ان البنت ما خدتش حاجه لانها لسه ما كانتش اتولدت. اتولدت. الحل اللي يرضي ربنا ايه؟ كل واحد يطلع نصيب البنت دي اللي هي الذكر مثل حظ الانثيين. بقى هم اخوات وابوهم ميراثه، وابوهم راح طبعا اكيد، ولا جدك لسه عايش بيتجوز تبقى خيبه، ماليش دعوه. المهم البنوته دي هيبقى كل صوبي، يعني كل واحد ذكر مش عايز يدخل النار مع ابو جهل يطلع يبيع الارض يشحت، ماليش دعوه. انت خدت ايه؟ انت خدت 600 واخوك خد 600 واخوك الثالث خد 600، 4 600 وجات البنوته، ويبقى للذكر مثل حظ الانثيين، يعني هيبقى لها هي سهم مثلا، وكل واحد من الصبيان سهمين 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 سهمين. لكن وهي بقى تجوز نفسها، تجهز روحها، تجيب لهم ترمس، تجيب حلاوه طحينيه تلاقيهم في البحر وربنا يوديها النار، زي ما هي حره لها ذمه ماليه مستقله تاخدها وهي حره فيها. واي حد تاني عايز يجاملها كعروسه
او اخته ولا بنت اخته بحاجه تانية غير حقها في الميراث، لان مفيش حاجه اسمها كرواتات اني انا اجهزك، ده حقك في الميراث، ده اللي بيدخل النار من اوسع الابواب، مفيش ولا خلاف بيننا.